أكتر من 1700 كيلو متر في درجة حرارة تقترب من 50 مئوية، ومخاطر إني ممكن أتوه. غلط فتوهنا، فلقينا نفسنا في حتة إيه مش عارف إحنا جينا هنا إزاي، أو إني ملاقيش مكان أبات فيه. مش عارف ممكن أقابل إيه في طريقي، ولا هوصل لإيه في الآخر. 14 يوم من ترحال مستمر بين 8 محافظات خلوني أقابل أجدع ناس في الدنيا، ناس فتحوا لي بيوتهم وأكلنا مع بعض عيش وملح، نزلوني أرضهم وشربوني أحلى شاي في الدنيا، لبسوني لبسهم وده كان شرف كبير ليا. هنحضر فرح في أسوان. خرجنا واتفسحنا وغيرنا جو، عزموني على أفراحهم وفرحتنا كانت كبيرة وواحدة، وحرفيا شالوني من على أرض شيء. مش بس كده، رحلاتنا كالعادة كلها أكشن. خيمنا في قلب الصحراء، استكشفنا أماكن جديدة، زرنا أماكن في غاية الجمال والروعة، بيتنا في مركب في النيل وعرفنا قصص وحواديت كان لازم تتحكي. كل ده وأكتر بكتير في أقوى رحلة الصعيد البرية. صباح الفل احنا ناس بتكون خلاص هنتحرك، هنقابل الشباب. احنا طالعين بقى ايه طلعة رهيبة ان شاء الله من هنا لحد اخر الصعيد. نسر الصعيد يا صباح الفل يا شيف. ايوه يا معلم، صباح الفل. ايه الاخبار؟ جاهزين يا جدعان؟ رايحين الفيوم. يلا بينا. ماسك لي خريطه، انت جايب لي خريطه معاك يعني ولا ايه؟ عامل ايه؟ صباح الفل. خلاص التيم كمل، محمد حازم، اسلام، ايهاب، نوري الدنيا، ونتحرك دلوقتي على طول. ناخد قهوه بسرعه ونطلع على طول على الطريق. طب يا جماعه وصلنا قصر الصاغه، وقصر الصاغه اصلا اتبنى في عهد قبل الميلاد كده ويرجع اصوله للاسره الخامسه، بيرجع لبناء ملك من حتب الثالث. حتى الهرم في حجاره نزلت من هنا وراحت للهرم اتكمل بقى حاجات في الهرم. بالنسبه للحجر اللي هو موجود سيادتك ده، الحجر ده جاي خلي بالك عن طريق المراكب. في ناس قالت لا ده جاي من حلوان، وفي ناس قالت لا ده جاي منين؟ من اسوان. دي القبله ولا ايه؟ ده سهم كان يدخلك خلي بالك، يعني بيدل ان ايه في دور تحت. يعني السهم ده يدل ان في دور تحت. في دور تحت. يا اخي الفراعنه دول يا اخي مش سهلين، والله ما سهلين. المهم يا جماعه وصلنا قصر الصاغه، وعايز اقول لكم ان الميه بتاعت البحيره كانت بتوصل لغايه هنا ومتصله كمان بنهر النيل. المكان ده عمره اكتر من 4500 سنه، وكانوا بييجوا يتعبدوا هنا في 7 اماكن، 7 عبادات مختلفه كلهم بييجوا يتعبدوا هنا. دخلنا الغرفه اللي جوه، وتسمى كمان بقصر الصاغه لان كانوا ايام الفراعنه بيسكوا او بيعملوا زي دمغه كده على الذهب والمشغولات الذهبيه هنا. في كمان معلومه مهمه جدا جدا عرفناها، ان البازلت اللي في المعابد اللي في الصعيد وكمان اللي موجود في الهرم جايه من المنطقه ومن الجبال هنا، كانوا بيكسروها بياخدوها وينقلوها تحت يعملوا بيها الارضيات ويعملوا بيها حاجات تانية كتير. دي كانت اول نقطه نقف فيها النهارده في الفيوم، نقطه غايه في الجمال والروعه، ولسه مكملين في المحميه. يلا دخلنا ممر ضيق جدا، سرداب صغير، وصلنا لاخره. اخره فيه زي مكان كده بيحطوا اللوك للباب، يقفلوا المعبد كله، يقفلوا كل بيت الصاغه ده او قصر الصاغه. تعال بص اهو، ده زي لوك كده بيحطوا هنا خشبه تقفل الباب اللي بره، سر يعني دي عجنه الفراعنه عاملينها. كانوا بيحطوها تحت الحجره وبعضها اهي، تحط ما بين الصخور، تلزق في الصخور وما تعرفش تكسرها. تكسرش. زلزال بتاع 92 وصلنا عنده اهو، شهور مش عارف من ايه، ما صدقوش من هنا زلزال 92 جبل ابو قطران ده المصدر بتاعه. داخلين بقى ايه المدينه المدفونه المجهوله المدفونه، ديمة السباع. مدينه السباع، ديمة السباع. ده معبد ديمة فيوم. وصلنا المدينه المدفونه يا جماعه. المدينه كلها مدفونه تحت الارض، وده المعبد، ده سقف المعبد كمان. فالمعبد اصلا تحت الارض، ودي الحيطان اللي طالعه منها، ودي اجزاء بقى جديده لسه بتترمم في الحته دي. لكن بصوا اصلا الحيطان عامله ازاي، وكل المدينه
مدفونه تحت الارض. كل ده احنا لسه في المحميه بتاعه قطراني. اجواء رهيبه بصراحه. وصلنا كامب رايق قوي، نفطر بسرعه ونريح شويه ونكمل لقريه تونس. قريه تونس الناحيه الثانيه من الطريق، يعني البحيره هنا، احنا خدنا الطريق الشمالي، قريه تونس الناحيه الثانيه من البحيره. خلاص هنقعد نفطر. فطار نزل، فطير مشلتت، جبنه بالطماطم، اجواء جرجير، فول بالطماطم برضو، كله بالطماطم هنا. والقعده رايقه جدا. عسل ايه، معانا 2 عسل. عايز اقول لكم الفيو حكايه، وطول ما احنا ماشيين على الطريق مفيش كلام بعد الكلام، اجواء رهيبه بصراحه. ان احنا ماشيين بقى البحيره كلها على شمالنا في الناحيه الثانيه. خلاص بنخلص قطراني وهنخش بعد كده ان شاء الله على قريه تونس. وصلنا بقى قريه تونس. هنغير عربيتنا، ناخد العربيه دي ننقل حاجتنا الناحيه الثانيه ونتحرك على طول. يلا. المهم ريحنا شويه، خدنا قهوتنا، وصلنا عند الشلال. اجواء لذيذه، الجو حلو، مش حر قوي زي ما كل واحد متوقع او متخيل. الناس بقى بتعوم فوق والاطفال بتبلبط وكله رامي نفسه جوه الميه زي ما انتم شايفين. اجواء ناس مبسوطه وعايشه حياتها وبتبلبط. الجبل ده بيطلع؟ ايوه طلع بالرجلين. بالرجلين؟ مش بالعربيه يعني. يعني في شقه بالظبط. خفيف يعني. جاهز يا حازم؟ كده طالع بقى يا عم، انت تطلع باذن الله. متخيلين يا جدعان، متخيلين احنا هنطلع دي؟ ودي صدقت؟ مرعبة والله العظيم. ايه يا عم انت رايح فين؟ نازل رايح فين؟ انا انتحر ولا ايه؟ يا نهار ابيض. لا ما تهزرش. بص اصل العربيه الدنيا طالعه نازله ازاي؟ طالع دي ودي. اوف طلعنا فوق الجبل، ودي بحيره الريان من الناحيه دي، والبحيره المسحوره من الناحيه الثانيه اللي نزلناها دلوقتي. اجواء رهيبه. بص الفيو عامل ازاي. بجد والله ايه الجمال ده. وصلنا البحيره المسحوره، غايه في الجمال والروعه. شويه اكشن زي العسل، شويه سفاري جامدين جدا. اوعى تفوت السفاري وانت في الفيوم. عايز اقول لك كمان اللي بيحب الساند بوردنج، ادي الجبل اللي ورانا ده كله، او الساند ديونز اللي ورانا دي، تقدروا تعملوا من عليها برضو ساند بوردنج من فوق كده. الناس تنزل تزحلق من الناحيه دي او من الناحيه الثانيه. البحيره المسحوره زي ما قلنا تسمى المسحوره ليه بقى؟ لانها بتغير لونها في خلال بقى السيزونز، في خلال كمان اليوم بتلاقي لونها كل شويه بيتغير. واخد منظر روعه. الغروب من هنا حكايه. في مركب لو حد عايز ياخد مركب في الكيل، لو حد عايز ياخد كيل. طبيعه بقى روعه الروعه. في حاجه كمان ان ممكن كمان تعمل كامب هنا بخيمتك وتقعد هنا على البحيره. طبعا ده ما بيهزرش. ايه بقى؟ على 100%. ايه بقى، مبسوط؟ مفيش كلام بعد كده. انت جاي عشان اللقطه دي صح؟ يا زيو يا عسل. روق بقى يا باشا، اسلام جاي اهو. روق بقى. اوبا الناس كلها يا باشا، ودي بقى. يلا يا باشا طارق.
قعدنا بقى قعدة رايقة، عملنا شاي على الحطب، أجواء عالمية 100%. ودي البحيرة مسحورة. بصوا يا جماعة احنا ايه مكمبين قاعدين شوية على البحيرة هنا. دي البحيرة طبعا مفيش حاجة باينة بالليل، خلاص الدنيا ظلمت، لكن القمر طالع، أجواء عالمية 100%. بس عايز أقول لكم على حاجة، في أبلكيشنز كتير جدا جدا بتساعدنا في الصحراء إن احنا نلاقي النجوم نفسها ونشوفها ونفهم معناها واتجاهاتها، لأن ناس كتير بتتوه في الصحراء النجوم بس هي اللي بتخليك تطلع بره. بصوا كده يا جماعة، مثلا ده كوكب فينوس، تمام؟ باين اهو على الموبايل ده الابلكيشن اللي قلنا عليه. لو جينا بصينا هنا اهو ده فينوس برضه، مش عارف باين يعني، هو مش باين قوي طبعا، النقطة اللي في النص بالظبط دي. شباب احنا لو بصينا تاني هنا على الابلكيشن زي ما احنا كنا شايفين، هنلاقي نجم الشمال اسمه ايه؟ يورسا ميجر الاول اللي بتدلنا على نجم الشمال، اتجاه الشمال هنا بالنسبه لشمال افريقيا، اللي نقدر نستدل منه على اتجاه الشمال من اي مكان في الصحراء. واحنا في شمال الكره الارضيه. فاحنا لا قدر الله تهنا في الصحراء، هنلاقي النجم ده نمشي في اتجاهه، في البحر، تقعد في اي حته، تمشي في اتجاهه يبقى انت رايح شمالا. بالظبط، تعرف كده مجرد لما تحدد اتجاه الشمال، فلما تحدد الشمال هتحدد الشرق والغرب وجنوبك وتقدر تتحرك. تتحرك فيه. وكمان لما بتطلع في الصحراء خلال المجموعات النجميه دي بتقدر تستدل بسهوله على النجم ده من خلال المجموعات النجميه زي يورسا ميجر او المجموعه المقابله ليها اسمها كاسوبيه. تمام، الاثنين دول بيبقوا موجودين معاك طول الوقت، لازم واحده منهم بتكون موجوده معاك بالليل، لازم تكون واحده منهم موجوده. بمجرد لما بتوصل لاي مجموعه نجميه منهم تقدر بسهوله جدا تستدل على نجم الشمال، تقدر تعرف اتجاهاتك. تبقى دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى بتساعدك ان انت تقدر تحدد اتجاهاتك، تقدر لا قدر الله حصل لك اي حاجه تبقى عارف انت هتتحرك ازاي. بسم الله يا باشا، تسلم ايدك والله، تسلم ايدك. اكل نزل تقريبا، الفرخه فعلا وراك بس. بسم الله. خلاص اتعشينا هنا في تلال كامب على البحيره على طول، البحيره المسحوره، وهنتحرك على وادي الحيتان. هنكامب هناك لحد بكره الصبح هفرجكم على وادي الحيتان عامل ازاي. احنا وصلنا وادي الحيتان، تمام، وهنبات هنا النهارده. والله حلو. انت عاجبك انا اصلا جوي تخييم في الصحراء وكده. انت هتحور. ايوه طبعا. هنبات في خيمه هنا، سليبنج باج. هنقوم الصبح بقى جوه قلب وادي الحيتان، نتفرجوا على وادي الحيتان الصبح ان شاء الله. بقول لك ايه، المكان ده من اكتر الاماكن، ده بيشتغل طول الليل والنهار، من اكتر الاماكن اللي هتعجبك في الفيلم كلها. انا ما حبيته. المتحف كمان، لا حبيته، لسه شفناش حاجه. لا حلو وجميل، مفيهوش ارسال وبتاع وضلمه. جميل. مفيش شبكه خالص هنا اصلا، ودي احسن حاجه عشان احنا جايين نعالجه بالظبط. ان هو مدمن. اسمع لك. صباح الفل. فوكا بيه. وصلنا الأول حوت، تمام. طيب ده الهيكل العظمي بتاعه أو السكيلتون بتاعه، لكن طبعا دخل جواه الرمل، يعني دخل جواه السكيلتون، ده متحجر. الحوت ده بقى وراه معلومة مهمة أوي، الحوت ده الجد الأكبر للدولفين النهارده، يعني سلالة الدولفين منحدرة من البيتورس ده. البيتورس هتحجم مش كبير أوي زي الحكاية اللي شفناها قبل كده. تعرف رقم اسمه دورديون انروكس، معلش مش ديتورس. وبصوا فقراته صغيرة ازاي. عايز اقول لكم معلومة مهمة جدا، ان كل المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي دي كانت محيط او بحر من ملايين السنين، وبيقولوا ان المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده كان خليج من الخليجان، عشان كده الحيتان دخلت وفضلت موجوده جوه، وبعد كده جف المحيط ده وجف الخليج وفضلت بقاياها لغايه النهارده.
احنا رايحين للحوت المنتحر، وما نعرفش انتحر ليه. احنا النهارده في المتحف المفتوح خاص بالحيتان. دي حفريه الحوت الباسيلوسورس، ده من الحيتان الحفريات المتصله هنا في المتحف، وفي واحده زيها في المتحف تغير المناخ، حفريه برضو متصله هنشوفها في المتحف جوه. هي بتبقى طولها 12 متر. طول ما انت ماشي بقى في الارض تلاقي حاجات كده، دي حاجات كلها كانت في البحر، بيبقى جواه كمان حفريات لحاجات من السمك. بصوا دي صدفة اهي رهيبة بصراحة، سبحان الله. خلينا نقول ان الصحراء في الفيوم جميلة جدا، يعني امبارح والنهاردة بصراحة انبسطنا قوي. المكان بتاع وادي الحيتان انا شايفه انه من الاماكن الاندر ريتد جدا جدا جدا، اللي مش واخده حقها نهائي نهائي نهائي. ان هتشوف حيتان وهتشوف حاجات يعني انت وانت ماشي كده متصور ومتخيل ان ده يا جماعه كان محيط، ده يا جماعه كان بحر. احنا دلوقتي ماشيين في بحر ماشيين في محيط. ومش بس كده، لا ده في كمان فوسلز او حفريات من العصور دي ملايين السنين. يا جماعه انت ماشي في مكان عمره ملايين السنين، وقدامك هيكل لحوت بقاله ملايين السنين. مش بنقول 10 مليون، ممكن توصل ل 30 و40 مليون سنه لك ان تتخيل. خلصنا هنا المحميه، نطلع بره نشوف المتحف التاني اللي فيه اكبر واطول لحوت تقريبا في العالم. هو طوله تقريبا 18 متر، ومش بس كده كمان ده كامل. احنا دخلنا المتحف يا جماعه، والمتحف ده جواه حوت تقريبا في منه 2 بس في العالم كله. القطع الموجوده هنا مكتمله بالكامل، لحتى دماغ الحوت موجوده وكلها مكتمله، وطوله 18 متر. لك ان تتخيل 18 متر. عايز اقول لكم بقى حاجه تانية مهمه جدا كنا نسمعها واحنا صغيرين، ان الحيتان دي اصلا كانت عايشه على الارض ثدييات، وبعد كده دخلت البحر، وبعد كده بدات تتاقلم على البحر. ده يثبت لك بقى، بص المنظر ده، دي اطراف الحوت. الحوت ده من ملايين السنين، فده كان بدايه الحوت، وبعد كده بدا يتطور. الحوت بتاع النهارده ما فيهوش الاطراف الرجول دي، يعني بص شكلها زي ايد الحيوانات اللي عايشه على الارض بالظبط. بص عامل ازاي. بس بص هنا، ده اللي كان عايش على الارض، دي الفصيله دي كانت عايشه على الارض 49 مليون سنه، كانت باطراف عاديه. بعد كده بدا يخش الميه، ادي اطرافه بتتغير ازاي. ده اللي بعديه 47 مليون سنه، كده بقى كده بعد كده، ده حتى ده برضو 40 مليون سنه. الفصيله دي 40 مليون سنه. بس طبعا اتطورت كتير جدا عن الحوت في الاول. طبعا كل دي قصص هتسمعوها وتتفرجوا عليها وتشوفوها هنا لما تيجوا وادي الحيتان، بالاخص كمان المتحف، لان المتحف كمان فيه فيديو صغير تتفرجوا عليه بسرعه، احكي لك كل اللي حصل ده بسرعه شديده وفي الجمال والروعه. اوعوا تفوتوه. ده جذع شجره متحجر، وتشوفوه في حتت كتير جدا في الصحراء زي ما انتم شايفين كده. وعايز اقول لكم ده نفس الفكره، ان السيليكا دخلت جوه جذع الشجره وخدت مكانها وفضل، يعني بصوا حجر حجر حجر. عايز اقول لكم حاجه كمان، كل المباني اللي اتعملت هنا واخده من نفس الطبيعه. يعني بصوا ده المتحف نفسه من بره، ده باركينج تقريبا، دي الحمامات، بصوا دي الكافيتيريا هناك، بصوا كلها واخده نفس الستايل بتاع الطبيعه، فما تحسش باي فرق، حاجه تتعب عينيك. يعني بصوا بصراحه المباني هنا معموله نفس اللون حتى بتاع الجبل اللي وراها، نفس الشكل بتاع الجبل. خلصنا خلاص يا جماعه هنا في وادي الحيتان. نشكر ايهاب حبيبي هيرز ايجيبت، الراجل ده مسافر في الفيوم، عامل شغل عالي قوي. تسلم اتشرفت بيك والله، اتشرفت. كان يوم جميل. انت وحازم واسلام والناس دي جميله قوي يا جماعه. وهنرجع دلوقتي على فين؟ هنرجع على قريه تونس بقى. يلا بينا. يلا سلام. وعبد الله بقى دخل الصحراء المره دي كسر الدنيا حبيبي، مسيطر على الفيوم يا باشا. تسلم ايدك. وصلنا بقى قريه تونس خلاص. نشوف بقى نريح شويه في المكان اللي احنا قاعدين فيه، وهنعمل حاجه تانية بقى في قريه تونس، نفرجكم عليها بسرعه، نشوف هناكل ايه ونظبط الدنيا ازاي.
من احلى الاماكن اللي تقعد فيها في الفيوم قريه تونس، ده لازم كده كده. يلا بينا. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. اتفضل يا فندم. ايه رايك في الاجواء؟ لا اجواء على 100% طبعا. عجبك المكان؟ الكلام بعد الكلام. حبيبي. اوبا ريحت تحت المروحه والتكييف. روقان بقى، شويه روقان بقى. وصلنا اوليف تري، نريح شويه. مكان رايق قوي، اتفرجوا عليه كله وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه النهارده في قريه تونس. افرجكم بقى على بقيه المكان. كان رايق، قعده رايقه، حمام السباحه، فيو، قعدات هنا كمان حلوه بصراحه. عايز اقول لكم كمان البحيره هنا بس الشجر عالي شويه، اهي باينه من هنا اهي الجزء ده. لحظه اهي البحيره كمان باينه من هنا. دي اهم حاجه، دي الفطيره دي اهم حاجه. الفطير وصل خلاص، وصلنا. تعالى ناخدكم جوله جوه الاوضه اللي نقعد فيها هنا. هنبات النهارده بس، وبكره ان شاء الله نتحرك على مدينه جديده في صعيد مصر ان شاء الله. هتكون بني سويف باذن الله. ماشي نخش. اجواء لذيذه بصراحه، بس هو اللي عجبني اكتر الفيو بتاع المكان. الفيو بتاعك رايق جدا، بس هو القعدات هنا رايقه جدا. تاخد شايك قهوتك والفيو بتاعك الرايق قوي. السباحه، بحيره هناك اهي، اجواء بصراحه كان رايق قوي. ننزل البول شويه وكده نشوف هنعمل ايه في قريه تونس. مكان حلو قوي. مفيش كلام بعد الكلام. المهم نزلنا حمام السباحه، اجواء عالميه، انبسطنا بصراحه. وهناخد جوله في المدينه. عايز اقول لكم ان من الحاجات المهمه جدا في المدينه هي مدرسه صناعه الفخار. تمام، مشهوره جدا جدا المدينه بصناعه الفخار. ناخد جوله سريعه جوه المدرسه، افرجكم على الاجواء اللي عامله ازاي والناس بتعمل ايه هنا. ليه صناعه الفخار مشهوره هنا في قريه تونس؟ عشان مدام إيفلين هي اللي أشهرت الفخار ده هنا. مين؟ عشان هي أول حد جت هنا وعملت الموضوع ده. مدام ايفلين هي اللي عملت اول حاجه في مدرسه الفخار هنا في قريه تونس. ده بقى الحاجات بتطلع وتطلي بعد كده تبقى بالمنظر ده، تحط في الجاليري زي ما انتم شايفين، سواء اطباق زينة، حاجات تستخدمها في البيت عادي. بص الجمال، خطيرة بصراحة. فمشهورة قوي قرية تونس بالفخار، خصوصا المدرسة اللي ورايا دي مدرسة الفخار في قرية تونس. اي حد يجي ممكن يقعد بقى ويتعلم ويتدرب ويعمل حاجة بايديه وياخدها وهو ماشي، او يشتري حاجة من الفخار. دي من الحاجات اللي بتتعمل في قرية تونس، فقلنا نعدي بسرعة على الحاجات كلها اللي بتتعمل في قرية تونس. ودلوقتي بقى رايحين نعمل شوية اكشن. شوف الشباب جاهزين ولا لا؟ انتوا جاهزين؟ جاهزين. جاهزين ايوه للاكشن؟ والله جاهزين. جاهزين. الخيل والليل والبيداء مستني. يعني احنا رايحين نعمل ايه؟ يلا نركب خيل. اوبا. يا جدعان كابتن يوسف حبيبي يا ريس، ملك الحصينة في الفيوم. والله منور بجد والله. ده اي حد يجي الفيوم يا جماعه يسأل على كابتن يوسف. خدنا احلى اجواء النهارده بصراحه، وختمناها بالخيل النهارده قبل بقى ايه ما نتعشى بقى جوعنا. طبعا الفيوم مشهوره بالبط، فاحنا لازم ايه نتعشى بط النهارده. يلا هنرجع تاني على طول، سيب الخيل ونتعشى. اجواء بصراحه في الفيوم كلام تاني، يعني الدنيا صيف كلها في كل حته. احنا عندنا الجو حلو قوي، خصوصا بعد العصر كده. دلوقتي الجو حكايه. وصلنا بالسلامه الحمد لله. مش هروح. الله يسلمك حبيبي، حبيبي والله. رايق قوي المكان ده، وده قاعده رايقه بصراحه.
الفيو حكايه، روقان. بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب بقى البط يا جماعه. اكتر حاجه مشهوره بيها هنا الفيوم البط عموما بقى كل الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب جميله. بسم الله. حلو قوي. طعمها حلو قوي. عجبتك؟ حكايه قوي والله. تعالوا نجرب كمان الحمام. بسم الله. ولع الدنيا بقى. بسم الله. ندوق ونقول. الاكل معمول بمزاج قوي 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 قوي. سيبي عامل محشي. والمحشي طلع جامد قوي برضو. يلا بينا. تعالوا. محشي مظبوط. جامد. احنا بقى نشرب قهوة عند أجمد واحد في الفيوم كلها، في قلبي والله. حبيبي حبيبي حبيبي. وزير الزفت طبعا، يعني لا داعي للكلام. لا في ميه حلوه ولا البن حلو ولا السكر بتاعنا مالح. يا عم عشان انت سكر. حد شاف سكر مالح او مفيش بعد كده. طب هنعمل قهوة هتعجبنا ولا ايه؟ ان شاء الله حبيبي. ولا لا؟ هنعمل تيست. يلا. عجبكم هتشربوا، ما عجبكمش برضه هتشربوا. يلا بينا. يلا بينا. خلصت جولة الفيوم، لكن رحلة الصعيد لسه مكملة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تدعمونا كالعادة بلايك واشتراك في القناة. وخلص للأسف فيديو النهاردة. اهل الصعيد استنونا. يلا بينا. يا باشا قال لك انت عامل له قهوة شوربة. حد يلاقي يا فندم اللي احنا هنركبه النهارده. يا باشا مش كده. هو انت بتعمل ايه ورا؟ انت بتدلق ايه ولا؟ لا ده سر المطبخ ده. يا جماعه ده الاهلاويه. ايه اللي انت عملته ده؟ ايه ده؟ افتح كده. سك على القهوه. لا يا باشا، لا يا باشا، مش عايزين قهوة النهارده. مش هنسك على القهوه. شكرا يا باشا، مش عايزين قهوة النهارده. على القهوه معلش. او نحط في الكوبايه الصغيره. لا يا باشا، نحط في الكوبايه الصغيره لو سمحت. ماشي يا باشا، ماشي. يا باشا شكرا يا باشا. وسع قدامه، قال له حط البط هنا. جنب بعض.